كريم فتح عينه بالعافية ومد ايده ناحية الكوميدينو وهو متضايق، وبص في شاشة الموبايل، والمتصل كان المخبر سعيد. استغرب جدا. المخبر بلع ريقه بصعوبة وقال بصوت كله خوف: في جثة لقيناها جنب المصنع القديم اللي في المنطقة الصناعية. يا بيه، دي مش زي اي جثة شفناها قبل كده. وبدأ يبص على تفاصيل الجسم، والبطن كانت مفتوحة، بس مش مفتوحة بعنف ولا فيها حتى تقطيع عشوائي. كان في اعضاء ناقصة، الكبد مش موجود والكليتين اختفوا، ولا اتسحب بطريقة عادية. لكن اللي عمل كده فاهم هو بيعمل ايه كويس. لكن اول ما كريم رفع شعر الجثة من على جبينها، وشه اتجمد، لان في نص الجبهة كان في رمز محفور، رمز عبارة عن دايرة كبيرة وكان جواها مثلث، وفي قلب المثلث ده عين مرسومة بدقة مرعبة. وفجأة لما نور الكشاف جه عليها بزاوية معينة، ظهر اللي كان مكتوب، لان كان مكتوب كلام بحبر شفاف، وكان مكتوب جملة واحدة بس: اللي بيدور على الحقيقة بيموت قبل ما يعرفها. وامبارح حوالي الساعة 1 بعد نص الليل يا باشا، شفت عربيتين لونهم اسود دخلوا من الناحية الغربية، وبعدها بشوية سمعت صوت صرخة. فكريم سأله بسرعة: صرخة مين؟ الحاج حسن هز راسه: معرفش، بس كانت صرخة تخوف يا باشا، كأن واحد كان بيتعذب. وقال له: من النهاردة يا حاج حسن ما تحكيش لأي حد انك شفت اي حاجة، ولو في اي حد سألك قول له انك انت ما كنتش موجود اصلا. فالحاج حسن بلع ريه وقال: هو في خطر عليا يا باشا؟ كريم اتردد للحظة، كان نفسه يطمنه، لكن الحقيقة ان هو نفسه مش مطمن، وقال بصوت هادي: خلي بالك بس من نفسك. طبعا جبنا المرة دي بقى ايه، حلبة، بحيث ان احنا ايه نروق الدماغ، وفي نفس الوقت الحنجرة ما تبصش برضه. يا سلام. واهلا بيك يا صديقي العزيز في بروتوكول النهاية الجزء الثاني. في البداية عايزك تصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عايزك كده يا معلم تجيب حاجة تشربها زي ما انا معامل كده بالظبط. دي اول حاجة. تاني حاجة ممكن تجيب لك طبق اندومي او اي حاجة يعني سريعة تاكلها. وتالت حاجة بقى، ودي اهم حاجة في كل اللي فات ده، عايزك تنزل تعمل لايك دلوقتي حالا، علشان اللايك ده هيفيدنا انا معنويا، وكمان هيفيد الفيديو ده انه ينتشر لناس تانية. ولو انت بقى جديد في القناة فياريت تنزل تشترك دلوقتي في القناة علشان تنضم للعيلة. وطبعا اهم شيء تسيب لنا كومنت في نهاية القصة او في بدايتها، واكيد طبعا تصلي على النبي في التعليقات عليه الصلاة وافضل سلام. واسيبك مع القصة. وبعد ما رجع النقيب كريم على الاسم، كانت الساعة قربت على 7 الصبح، والشمس ساعتها كانت بدأت تطلع. وأول ما دخل الاسم كل الضباط كانوا مستنيينه، لأن الخبر انتشر بسرعة كبيرة: جثة من غير دم. الجملة دي لوحدها كانت كافية تفتح 1000 إشاعة داخل مكتبه. وساعتها حط ملف القضية قدامه وكتب أول سطر: مجهول الهوية. بعدين وقف وبص للورقة وقال لنفسه: لا لا لا، الحوار ده مش داخل دماغي بجني، أكيد ليه اسم، وأكيد ليه أهل كمان، وأكيد في حد مستني يرجع. فمسك سماعة التليفون واتصل بإدارة المفقودين وقال: أنا عايز كل بلاغات الاختفاء اللي اتعملت خلال آخر أسبوعين. فالموظف رد عليه: حاضر يا فندم. وبعد أقل من ساعة وصلت الملفات، أكتر من 30 بلاغ، رجالة وستات وأطفال. وكريم بدأ يراجع واحد واحد، اسم وصورة وسن ومكان الاختفاء. وعدى أكتر من ساعتين لحد ما وقف قدام صورة كان بيشبه عليها، وكانت الصورة دي لشاب وشه كان مألوف بالنسبة له. فقرب الصورة أكتر، وبعدين فتح صورة الجثة اللي كانت متصورة قبل نقلها، قارن بينهم بملامح الوش، شكل الأنف والحاجبين كلهم متطابقين. همس لنفسه: لقيتك. الاسم كان مينا سامح، 22 سنة، وبيشتغل في ورشة سباكة، وساكن في حي شعب بسيط. بلاغ الاختفاء كان متحرر من يومين. فكريم سند ظهره كده على الكرسي وبص للسقف. كل قضية قتل بيشتغل عليها أول حاجة بيعملها إنه يعرف الضحية، لأن الضحية هي أول طريق للقاتل. فمسك الملف وأخد عربيته وقرر يروح بنفسه لعيلة مينا. بيت مينا كان في شارع ضيق، بيوت قديمة وأطفال بيلعبوا وستات كمان قاعدين قدام البيوت. لكن أول ما عربية الشرطة وقفت في الشارع كله سكت، كل العيون بقت ناحية كريم. فنزل من العربية وسأل على بيت مينا، فواحدة ست كبيرة شاورت له على بيت في آخر الشارع على الشمال. فمشي كريم لحد الباب وخبط، وبعد ثواني فتحت ست في الخمسينات. أول ما شافت البدلة وشها اصفر وقالت بسرعة: لقيته ابني؟ كريم حس بقلبه اتقبض.
الموقف ده كل ضابط بيكرهه، لحظة انك هتبقى شايل خبر هيكسر أسرة كاملة. في قلب هدوء، ممكن بس ادخل الأول؟ فالست فهمت من نبرة صوته وسندت نفسها على الباب، ودموعها بدأت تنزل قبل ما تسمع أي كلمة. فدخل كريم. البيت كان بسيط جدا، صالون صغير وصورة عيلة على الحيطة، وفي ركن الأوضة كان في أب كبير في السن كان قاعد ساكت وباصص في الأرض كأنه فاقد الأمل. فقعد كريم قدامهم وسكت شوية، وبعدين طلع صورة مينا وسأل بهدوء: ده ابنكم؟ الأم أول ما شافت الصورة صرخت صرخة قطعت قلب كل اللي في البيت، وخدت الصورة في حضنها وهي بتعيط، وكانت بتقول: مينا يا ضنايا يا ابني، كنت حاسس إن في حاجة هتحصل لك. والأب فضل ساكت، لكن دموعه نزلت من غير ما ينطق بحرف. كريم استنى لحد ما هديوا شوية، وبعدين بدأ يسألهم عن آخر مرة شافوه فيها. الأب قال بصوت مكسور: خرج يروح الشغل وقال هيرجع بدري، ومن يومها وهو مختفي. الأم مسحت دموعها وبصت لكريم فجأة وقالت جملة خدت انتباهه بالكامل: هو كان خايف. فكريم قرب منها وقال: خايف من ايه؟ قالت وهي بتحاول تفتكر: من حوالي 3 أسابيع بقى يرجع البيت وهو متوتر، كل شوية يبص وراه، وكل ما اسأله يقول لي مفيش، لحد ما في يوم دخل عليا وهو مرعوب وقال: يا أمي، في ناس بتمشي ورايا. فكريم عقد حواجبه: ناس مين؟ فردت عليه وقالت له: قال لي يومها معرفش، كان بيقول لي كل ما كان بيلف وشه كان يلاقيهم اختفوا، وفي مرة لقى ورقة تحت باب الشقة وكان مرسوم عليها. الأم وقفت ووشها اتغير وبدأت تترعش. فكريم قال بسرعة: كان مرسوم عليها ايه؟ الأم بصت له وقالت الكلمة اللي خلت كريم يحس ان القضية دي داخلة مرحلة أخطر بكتير، وقالت: عين وجواها مثلث. أول ما الأم قالت الجملة دي كريم حس ان دقات قلبه زادت، نفس الرمز ونفس العلامة اللي كان على الجثة وعلى العربية، وهو كمان الورقة اللي وصلت لمينا قبل ما يختفي. يبقى ما فيش شك، مينا ما كانش ضحية عشوائية بل كان مستهدف. وكريم حاول يحافظ على هدوءه وقال: هي الورقة دي لسه موجودة معاكي؟ الأم هزت راسها بسرعة وقالت: أيوة. وقامت من مكانها ودخلت أوضة مينا، وفضل كريم واقف يبص حواليه. الأوضة كانت بسيطة جدا، سرير حديد ودولاب قديم ومكتب خشب صغير. واضح إن مينا كان شاب بسيط جدا، لا غني ولا صاحب نفوذ ولا حتى كان ليه أي مشاكل معروفة. وبعد دقيقتين رجعت الأم وهي ماسكة ظرف أبيض، ناولته الكريم بإيد بترتعش. هي دي. كريم لبس الجوانتي على طول وفتح الظرف بحذر وطلع منه ورقة سودة، وفي نصها مرسوم بنفس الدقة عين جوه مثلث، لكن المرة دي كان تحت الرمز مكتوب جملة قصيرة: الدور قرب. كريم فضل باصص للجملة كام ثانية. الجملة بسيطة لكن فيها تهديد يخوف، مش مكتوب فيها اسم ولا تاريخ ولا أي حاجة، لكن كأن اللي كتبها كان متأكد إن مينا هيفهم المقصود. فقال كريم للأم: هو قالك الورقة دي جت امتى؟ ردت وهي بتحاول تفتكر: من حوالي 2 أسبوع كده. الأب رفع راسه لأول مرة وقال: حتى الجيران ولا كاميرات المحل اللي قدام العمارة جابت أي حد. الجملة دي خلت كريم ينتبه وقال: استنى، هو في كاميرات هنا؟ الأب شاوره ناحية الشباك: أيوة، في محل بقالة قدام البيت، صاحبه مركب كاميرات على الباب. فكريم وقف بسرعة وقال: أنا لازم أشوف التسجيلات دي. وخرج من البيت وعدى الشارع ودخل محل البقالة. كان صاحب المحل راجل في الأربعينات اسمه عم رجب. أول ما عرف إن هو ظابط رحب بيه جدا، وكريم سأله مباشرة: عندك تسجيلات من 2 أسبوع فاتوا؟ عم رجب قال: لو الهارد لسه ما مسحش يبقى موجود يا باشا. ودخلوا أوضة صغيرة ورا المحل وفتح جهاز التسجيل وبدأ يرجعوا بالوقت. وبعد شوية وصلوا لليلة اللي الأم قالت عليها. الساعة كانت 1:17 بالظبط بعد نص الليل. الشارع كان فاضي ومفيش أي حد، وفجأة دخلت عربية سوداء فخمة ووقفت قدام العمارة، وما كانش عليها لوجو الشركة ولا أي حاجة خالص. العربية كانت مصمتة تماما، ونزل منها راجل لابس بدلة سودا شيك، ووقف ثانيتين يبص حواليه، وبعدين طلع ظرف من جيبه وبصله ثواني كده، وبعد كده دخل العمارة، وبعد كام ثانية خرج منها على طول وركب العربية ومشي. كل اللي عمله ما كملش دقيقتين، لكن قبل ما يركب العربية لف وشه للكاميرات
لكن للأسف وشه ما كانش باين، كان لابس كاب وضلمة الشارع كانت مغطية ملامحه. فكريم قرب الصورة وكبرها مرة واتنين وتلاتة، وفجأة وقعت عينه على حاجة صغيرة جدا، وكان على كم البدلة كان في تطريز غريب جدا، كان تطريز ذهبي لعين جوه مثلث، لكن المرة دي الرمز كان حواليه دايرة، وكان شكله متقن جدا، وكان باين ان هو ما كانش معمول بالايد، وده كان شعار وشعار رسمي كمان. فكريم همس لنفسه يبقى دي منظمة فعلا. عم رجب بص للشاشة وقال يا ساتر، هو الراجل ده عمل ايه؟ كريم ما ردش، كان مركز في العربية وحاول يكبر رقم اللوحة، لكن الصورة كانت مشوشة والنور منع القراية. وبالرغم من كده قدر يلاحظ حاجة غريبة، لوحة العربية كانت مختلفة، مش بنفس شكل اللوحات العادية بتاعتنا، وكأنها لوحة مخصصة أو ممكن تكون مزورة. نسخ التسجيل بالكامل على فلاشة وشكر عم رجب، لكن قبل ما يخرج سأله سؤال أخير، انت شفت العربية دي قبل كده عم رجب؟ فعم رجب فكر شوية وبعدين قال بصراحة يا بيه أيوة. فكريم لفله بسرعة وقال له امتى؟ فرد عليه عم رجب مش مرة، أكتر من مرة، كل مرة كانت تيجي بالليل وتقف شوية وبعد كده تمشي، لكن عمري ما شفت حد نزل منها غير الراجل ده اللي احنا شفناه في الفيديو. أنا افتكرته ساكن جديد أو راجل أعمال يعني، ما خدتش بالي إن هو بيراقب العمارة. فكريم خرج من المحل وهو بيفكر يبقى مينا كان تحت المراقبة من فترة، يعني الجريمة دي متخطط لها من زمان، وده معناه إن في حد كان متابع كل حركة بيعملها الشاب ده من غير ما يحس. فركب كريم عربيته وحط الفلاشة في جيبه، وبمجرد ما شغل العربية بص في مراية العربية اللي جوه واتجمد مكانه. كان في عربية سودة واقفة على آخر الشارع بنفس الشكل وبنفس اللون اللي ظهر في تسجيلات الكاميرا، وأول ما كريم بص ناحيتها نورها اشتغل وبدأت تتحرك بهدوء شديد في اتجاهه. فكريم فضل باصص في مراية العربية من غير ما يتحرك. العربية السوداء كانت واقفة على بعد حوالي 50 متر منه، وإزازها كان كله متفيم، وكان مستحيل أي حد يشوف اللي جواها، لكن كريم كان حاسس إن اللي جوه العربية شايفه كويس جدا. فضل يبص كده كام ثانية، وفجأة العربية اتحركت ببطء شديد تاني، كأنها متعمدة تمشي بالراحة، لا بسرعة ولا ببطء يخليها تلفت النظر، حركة كانت محسوبة كويس. فكريم شغل الموتور لكن ما اتحركش، كان مستني يشوف هتعمل ايه. ولما بقت قصاده بالظبط الازاز الخلفي نزل سن صغيرة، مجرد فتحة بسيطة، فخرجت منها ايد لابسة جوانتي اسود، والايد دي رمت ظرف ابيض والظرف وقع في نص الشارع. وبعدين الازاز اتقفل والعربية زودت سرعتها شوية واختفت عند اول ملف. فكريم نزل بسرعة وبص حواليه، الشارع كان فاضي، مفيش حد لاحظ اي حاجة. مشي لحد ما واقف قدام الظرف لكن ما لمسوش على طول، طلع كيس أدلة من شنطته ولبس الجوانتي ورفع الظرف بحذر، كان تقيل شوية. فركب العربية وقفل الأبواب، وبعد كده فتح الظرف. أول حاجة وقعت منها كانت صورة قديمة بالألوان الباهتة. أول ما كريم بص فيها وشه اتغير، الصورة دي كانت ليه هو، لكن من أيام الكلية، والصورة كان باين فيها قوي إن هو واقف وسط دفعته وبيضحك. الصورة دي عمرها أكتر من 17 سنة، وعمره ما نشرها حتى على الإنترنت ولا حتى كانت موجودة على أي موبايل. فرفع الصورة قدام عينيه وبدأ يبص فيها كويس، وفجأة لاحظ إن في علامة حمراء صغيرة متعلم بيها على وشه، دايرة حمراء مرسومة بالقلم وكأن حد بيحدد الهدف. تحت الصورة كان في ورقة مطوية، فتحها وكان مكتوب فيها بخط اسود سميك بطل تدور لأن الدور الجاي هيبقى عليك. كريم فضل ساكت ولا رمش حتى، لكن من جواه حس لأول مرة إن القضية دي خرجت من مجرد تحقيق. الناس دي عارفة اسمه وعارفة كمان عنوانه وعارفة ماضيه وعارفة كمان إن هو بيدور وراهم، يعني هم سابقينه بخطوات كتير. رفع موبايله وصور الظرف والورقة والصورة وبعدين رجعهم تاني في كيس الأدلة، لكن قبل ما يدور العربية تاني رنت موبايله قطعت تفكيره وكان رقم مجهول. بص للشاشة شوية وبعد كده رد. فضل ساكت، ما كانش فيه أي صوت،
بس كان سامع نفس حد بيتنفس. تنفس كان بطيء وهادي وكأنه قصد يخليه يتوتر. كريم قال بنبرة حادة: مين؟ ثواني وبعديه جه صوت راجل. صوته كان هادي جدا وبارد وقال: النقيب كريم عادل، واضح انك ما بتسمعش النصيحة. كريم مسك الموبايل بقوة وقال: انت مين؟ الراجل ضحك ضحكة خفيفة وقال: الأهم انت عارف انت بتدور على مين. كريم رد بسرعة: قريب جدا هعرف. فالراجل سكت لحظة وبعد كده قال: لا، انت حتى ما تعرفش الباب اللي فتحته ده باب ايه. الملف ده اتقفل من سنين، وكل اللي حاول يفتحه تاني كلهم اختفوا. وكريم قال بثبات: يبقى خليك بقى مستعد، لاني مش هقف لحد ما امسكك. الراجل رد بنفس البرود: كل الناس قالت الجملة دي قبل ما تختفي، ولا واحد فيهم كمل. وبعد كده قفل الخط. كريم حاول يتصل تاني لكن الرقم غير موجود بالخدمة، كأنه عمره ما كان موجود من الأساس. فضل ماسك الموبايل شوية وبعدين خد نفس طويل وقال لنفسه: دلوقتي بقى بقيت متأكد إن أنا ماشي في الطريق الصح. ورجع لاسمه ودخل مكتبه وشغل الكمبيوتر وبدأ يراجع كل القضايا القديمة اللي فيها سيرة أعضاء. كل ملف يفتحه ويقراه من أوله لآخره. الساعات عدت والليل دخل من تاني لحد ما وقع قدامه ملف قديم، ملف بقاله سنين كتير. العنوان شد انتباهه وكان مكتوب: جثة مجهولة. فتح الملف وبدأ يقلب الصفحات. أول صفحة كان تشريح، وتاني صفحة معاينة، وتالت صفحة كانت صور. وأول ما وصل للصورة الرابعة قلبه وقف لحظة. الجثة دي كانت بنفس الطريقة بتاعت الجثة اللي لقاها. الجثة كلها ما فيهاش نقطة دم، والأعضاء الداخلية كمان ناقصة، ونفس الرمز محفور على الجبهة. وقلب بسرعة على آخر الملف وكان مستني يشوف ايه اللي حصل في التحقيق، لكن بدل ما يلاقي التقرير النهائي لقى ورقة واحدة بس وكانت مختومة بالختم الرسمي، وكان مكتوب عليها: تم غلق القضية بناء على أوامر عليا، والسبب بدون سبب. مفيش توقيع واضح ولا أي تفسير، وكان مكتوب بس الجملة دي. كريم قفل الملف بهدوء وبص قدامه وقال بصوت واطي: يبقى فعلا في حد كبير بيخبي الحقيقة. كريم فضل ماسك الملف بإيده وعينيه ثابتة على الجملة الأخيرة: تم غلق القضية بناء على أوامر عليا. قراها مرة واتنين وتلاتة، كل مرة كان إحساسه بيزيد إن في حد بيتعمد دفن الحقيقة. قفل الملف بهدوء وأمن على الكرسي ومشي ناحية شباك مكتبه وبص على الشارع. الناس ماشية بشكل طبيعي، عربيات وميكروباصات وموظفين راجعين بيوتهم، كل واحد عايش يومه، ولا عنده أي فكرة إن في جريمة بالشكل ده حصلت، ولا إن في ناس بتموت، علشان في الآخر يتقفل ملفها كأنها عمرها ما كانت موجودة. فضل واقف شوية وبعد كده لف ناحية الملفات القديمة كلها وبدأ يسحب أي قضية فيها سيرة أعضاء واحدة ورا التانية لحد ما المكتب كله اتملى ملفات. قعد أكتر من 4 ساعات يقرأ، وكل ما كان يخلص ملف كان يحط ملاحظات في نوتة صغيرة قدامه: رقم القضية واسم الضحية ومكان العثور عليها وطريقة القتل، كمان أي تفاصيل كانت ممكن تفيده كان بيكتبها على طول. وبعد وقت طويل بدأ يلاحظ حاجة: كل الضحايا تقريبا أعمارهم متقاربة من 20 ل 30 سنة، وكلهم كانوا شباب. الفجر بيأذن دلوقتي، فهنستنى ونروح نصلي وبعد كده نيجي نكمل. كلهم شباب وكلهم اختفوا 2 أو 3 قبل ما جثثهم تظهر. لكن الأغرب بقى من ده كله إن كل الملفات اللي كان فيها نفس الرمز كانت متقفلة بنفس الطريقة: أوامر عليا. ولا ملف واحد وصل للقاتل ولا حتى فيه مشتبه فيه، كأن التحقيقات كانت بتتقفل قبل ما تبدأ. كريم سند ظهره على الكرسي وقال لنفسه: مستحيل، دي مش صدفة، دي سلسلة كاملة. في اللحظة دي الباب خبط ودخل أمين الشرطة: يا فندم، اللواء حلمي طالب حضرتك. فكريم قفل الملفات وخد الملف الأساسي معاه وطلع على مكتب اللواء. وأول ما دخل لقى اللواء حلمي كان واقف عند الشباك وظهره كان لكريم وإيديه الاتنين كان ورا ظهره. من غير ما يبصله قال: اقفل الباب. كريم استغرب لكن نفذ، قفل الباب وقرب للمكتب. اللواء فضل ساكت شوية وبعد كده لف ببطء ووشه كان باين عليه الإرهاق وعينيه باين فيها قلق عمر كريم ما شافه قبل كده. وقال له: ايه اللي وصلت له؟ كريم حط الملف على المكتب وقال: وصلت يا فندم ان دي مش اول قضية، وفي ملف يا فندم من 2 سنين نفس الطريقة، وكان فيه برضه نفس الرمز ونفس سيرة الأعضاء،
واتقفل بأوامر عليا. فاللواء سكت شوية وما تفاجئش، وده لوحده كان كفاية يخلي كريم يفهم إن هو عارف. كريم قرب خطوة كده وقال: هو حضرتك يا فندم كنت عارف؟ اللواء بصله كده لكن ما ردش. فكريم قال: يبقى صح. اتنهد اللواء تنهيدة طويلة وقعد على الكرسي ومسك نضارته وقال بصوت هادي: في شغلنا يا كريم في أسئلة والأفضل إنها ما تتسألش. فكريم عقد حواجبه وقال: يعني إيه؟ فرد عليه اللواء وقال: يعني اقفل الملف يا كريم. كريم افتكر إن هو سمعه غلط فقال: إيه؟ فرد عليه اللواء: اقفل القضية واعتبرها جريمة مجهولة. كريم اتعصب وقال: ازاي يعني يا فندم؟ في قتل بره وفي ناس بتموت وحضرتك بتقول اقفلها؟ واللواء رفع صوته لأول مرة: علشان دي أوامر يا حضرة الضابط. الأوضة كلها سكتت بعد الكلمة دي. كريم بصله وقال: أوامر من مين؟ اللواء سكت. فاتكلم كريم تاني وقال: من مين يا فندم؟ وبرضه ما كانش فيه رد. كريم قرب اكتر وقال: هو حضرتك خايف من ايه؟ اللواء بص حواليه كأنه حتى الحيطان ممكن تسمعه، وبعدين قال بصوت واطي جدا: يا كريم اسمع كلامي، القضية دي اكبر منك واكبر مني واكبر من الاسم كله. كريم حس ان الكلام بدأ يدخل في منطقة اغرب فقال: هو حضرتك تعرف مين وراهم؟ فاللواء هز راسه بالنفي: ولو اعرف عمر ما هقول. ليه يا فندم؟ علشان اللي قبل حاول يا كريم وفي الاخر اختفوا. الكلمة الاخيرة دي وقعت على كريم كأنها حجر وقال: اختفوا؟ ايوه يا كريم، كان في ضابط قبلك اشتغل على نفس الملف وبعد اسبوع محدش شافه تاني. كريم حس بنفضة في جسمه. قصدك مات؟ لحد النهاردة محدش لقى جثته. وبعد كده سكت شوية وبعدين كمل كلامه وقال: انا بقول الكلام ده لاني مش عايزك تبقى الضحية اللي بعده. كريم فضل باصص في عين اللواء ولأول مرة من سنين شاف الخوف الحقيقي، مش خوف من مجرم ولا من عصابة، ده كان خوف من حاجة أكبر وأخطر. فقال بهدوء: يعني حضرتك شايف إن أنا نستسلم؟ اللواء رد من غير تردد: أنا شايف إنك تروح بيتك وتنسى القضية دي وتكمل حياتك. فكريم ابتسم ابتسامة خفيفة، بس الابتسامة دي ما كانش فيها أي راحة. وبعد كده اتكلم وقال: طب لو كان اللي مات ده يا فندم أخو حضرتك كنت هتقول نفس الكلام؟ فاللواء نزل عينه في الأرض وسكت. كريم فهم إن الحوار انتهى ومسك الملف ولف ناحية الباب، لكن قبل ما يخرج سمع اللواء بيقول له من وراه: يا كريم وقف، اعتبرها نصيحة من راجل أكبر منك. في ملفات أول ما تفتحها بتفضل مفتوحة لحد ما تدفن صاحبها. سمع كريم الكلمتين دول وخرج من المكتب ووقف في الممر وبص للملف اللي في ايده. كان قدامه اختيارين: يا اما يسمع الكلام ويقفل القضية او يكمل ويعرف مين اللي مرعوب منه حتى اللي هو حلمي. وبالنسبة لكريم القرار كان اتاخد بالفعل حتى لو الطريق ده هيكلف كل حاجة. من اللحظة دي كريم اخد قراره، مش هيقفل القضية دي ومش هيسيبها حتى لو كل اللي حواليه طلبوا منه انه يبعد. لكنه كان عارف انه لو فضل يحقق بشكل رسمي كل خطوة هيعملها هتكون تحت عيون رؤسائه، وده معناه ان اي معلومة هيوصل لها ممكن توصل قبلها للي بيحاول يوقفه. فرجع على مكتبه وقفل الباب وقعد على الكرسي وهو بيفكر، وفجأة ابتسم وقال بينه وبين نفسه: يبقى هكمل الطريق ده لوحدي. وفتح درج مكتبه وطلع منها نوتة صغيرة. دي كانت النوتة اللي بيستخدمها دايما في اي قضايا معقربة او اي تحقيق كان بيشتغل عليه من غير ما حد ما يعرف. فتح النوتة ووصل لأول صفحة بيضة وكتب في نص الصفحة فوق: القضية رقم 0، وتحتها مباشرة كتب الهدف: 1، معرفة أصحاب رمز العين. وبعدها بدأ ينقل كل المعلومات المهمة من الملف الرسمي للنوتة: اسم الضحية، مكان العثور عليه، والرمز، والعربية السوداء، حتى الظرف والرسالة. نقل كل حاجة مهمة، ولما خلص رجع الملفات الرسمية مكانها كأنه عمره ما فتحها. وتاني يوم الصبح كريم نزل من بيته بدري، لكن بدل ما يروح على القسم راح على إدارة الأرشيف المركزي. المكان ده كان فيه كل القضايا القديمة اللي بقالها سنين. استقبله الموظف المسؤول وكان راجل كبير في السن اسمه عم فؤاد، وكان بيشتغل هناك من أكتر من 20 سنة. وأول ما شاف كريم ابتسم وقال: أهلا بالباشا، منور والله. كريم ابتسم ورد التحية وبعدين قال: محتاج أشوف كام ملف قديم عندك. عم فؤاد ضحك وقال: كالعادة انت الوحيد اللي بيحب الورق القديم ده. وبعد شوية بدأ يجيب له الملفات. كريم كان بيدور على أي قضية فيها رمز العين أو سرقة أعضاء أو اختفاء غامض. عدى أكتر من ساعتين ولسه مفيش أي جديد، لحد ما هو بيقلب في ملف قديم جدا وقع منه ظرف أصفر واضح إنه بقاله سنين محدش لمسه. استغرب ومسك الظرف وفتحه، لقى جواه صورة، والصورة دي كانت بالأبيض والأسود، واضح جدا إنها قديمة يمكن من 30 أو 40 سنة على الأقل. وفي الصورة دي كان فيها 5 رجالة كلهم لابسين بدل وكانوا واقفين قدام مبنى قديم. لكن اللي شد انتباه كريم أكتر إن واحد منهم كان لابس دبوس صغير على الجاكيت وكانت عين جوه مثلث. كريم حس إن أعصابه شدت، قلب الصورة لقى مكتوب وراها: اجتماع مجلس الأمناء، وما كانش فيه أي تاريخ ولا أسماء، ما كانش فيه غير الجملة دي بس. وفي اللحظة دي عم فؤاد قرب منه، وبمجرد ما شاف الصورة
اتغيرت ملامح وشه ومد ايده بسرعة وقال هات الصورة دي. كريم سحب الصورة بعيد وقال اشمعنى يعني؟ عم فؤاد ارتبك وقال دي ملهاش اي لازمة. فرد عليه كريم ملهاش لازمة ازاي يعني؟ دي صورة قديمة وخلاص. كريم بصله كويس، لاحظ ان الراجل بدأ يعرق وده معناه ان هو عارف حاجة، فقال له بهدوء عم فؤاد احنا نعرف بعض من سنين، قول لي اللي عندك. فعم فؤاد سكت وبعدين بص حواليه وتأكد ان محدش سمعه وان مفيش حد في المكان وقال بصوت واطي انا ما قلتش حاجة بس ابعد عن الصورة دي. كريم عقد حواجبه ليه يعني؟ عم فؤاد بلع ريه وقال لان كل واحد حاول يعرف اصحابها حصلت له مصيبة. الجملة دي خلت كريم يقرب منه اكتر. انت تعرفهم؟ لا والله يا ابني، لكن اعرف ان الصورة دي اختفت قبل كده. كريم استغرب اختفت؟ ايوه كانت في ملف وبعدين لقيناها اختفت فجأة وبعد كام سنة كده رجعت لوحدها. كريم بصله باستغراب رجعت ازاي يعني؟ الراجل هز راسه وقال محدش عارف ولا حد عارف مين حطها ولا امتى حتى، بس من يومها كلنا بقينا بنتجنب الملف ده. كريم حس ان الكلام غريب جدا لكن قبل ما يسأل سؤال تاني دخل موظف يجري عم فؤاد يا عم فؤاد في ناس من التفتيش بره. وعم فؤاد اول ما سمع الكلام ده قام خاطف الصورة على طول من على المكتب وحطها جوه الملف وقفله وبص لكريم بنظرة كلها خوف وقال بصوت يكاد ما يتسمعش امشي دلوقتي وما تقولش انك شفت الصورة ولو عايز تعيش انسى انها موجودة اصلا. وخرج كريم من الارشيف لكن المرة دي كان معاه معلومة جديدة. في ناس بتخاف حتى من صورة وده معناه ان اللي مستخبي ورا رمز العين ده اكبر بكتير من مجرد عصابة. واثناء ما كان رايح ناحية عربيته حس ان في حد بيراقبه فلف بسرعة وما لقاش اي حد، لكن اول ما وصل عند العربية لقى على ازاز العربية اللي قدام ظرف ابيض كده كان متثبت تحت المساحة، نفس الظرف ونفس الخط ونفس الاحساس المرعب ان في حد سابقه بخطوه وكمان بيتابع كل نفس بيتنفسه. كريم واقف قدام العربيه وعينه على الظرف. المشهد ده بقى بيتكرر كتير، كل ما يوصل لخيط يوصل له رساله وكل رساله كان معناها واحد ان احنا شايفينك. لكن المره دي ما استعجلش، بص حواليه الاول. الشارع كان زحمه، موظفين داخلين وخارجين وعربيات رايحه جايه، لكن وسط الزحمه دي كان متاكد ان في عين بتراقبه فطلع كيس الادله ولبس الجوانتي وسحب الظرف من تحت المساحه بهدوء. ركب العربيه وقفل الباب وراه وبعد كده فتح الظرف ولقى جواه فلاشه صغيره سودا وما كانش عليها اي كتابه ولا اي ماركه ومع الفلاشه ورقه متطبقه. فتحها وكان مكتوب فيها يمكن تكون دي اخر فرصه ليك، لو عندك شجاعه شغل الفلاشة. كريم فضل باصص للجملة وبعدين حط الفلاشة في جيبه وقال لنفسه لو دي متوصلة بفيروس يبقى أول حاجة هتعملها إنها تمسح كل بياناتي. وقرر ما يشغلهاش على كمبيوتر الاسم ولا حتى على اللاب بتاعه. وبعد الشغل طلع على شقته القديمة، مكان محدش يعرفه غيره، كان بيستخدمه زمان لما يحتاج يشتغل على قضية بروقان. وفتح باب الشقة ودخل ووصل لأوضته. الأوضة كانت بسيطة، ترابيزة وكرسيين ولاب قديم مش متوصل بالنت وكان محتفظ بيه من أول ما اشتغل. وشغل اللاب واستناه لحد ما فتح وبعد كده حط الفلاشة وظهرت كان جواها ملف فيديو واحد وكان من غير اسم وضغط تشغيل. واول كام ثانية الشاشة كانت سودة وبعدين ظهر شخص قاعد على كرسي ايده مربوطة ووشه متغطى بكيس اسود. الاضاءة كانت ضعيفة جدا لكن كريم ركز. الراجل بدأ يتحرك بعنف وكان واضح جدا انه بيحاول يفك نفسه. وفجأة دخل شخص لابس عباية سودة ووشه كان متغطى بالكامل ووقف قدام الكاميرا وبصلها مباشرة. وكريم جاله احساس ان الراجل اللي في الفيديو ده عارف ان كريم واقف قدامه. وبعد كده رفع ايده وكان لابس خاتم فضة وكان على الخاتم ده رمز العين. والشخص بدأ يتكلم وكان واضح جدا ان صوته متغير ببرنامج صوت وقال انت لسه عندك فرصة ابعد ودي هتكون اخر مرة نتكلم فيها معاك باحترام. وبعدها لف ناحية الراجل المربوط وحط ايده على كتفه والراجل بدأ يصرخ من تحت الكيس لكن الصوت كان مكتوم. والشخص اللي واقف جنبه قال بهدوء وهو بيطبطب على الراجل بعض الناس لازم يموتوا علشان ناس تانية تعيش ودي سنة الحياة. وفجأة الفيديو قطع والشاشة اسودت وبعد ثانيتين بالظبط ظهر مشهد تاني. كريم قرب وشه من الشاشة وقلبه بدأ يدق بسرعة. المشهد ده كان شارع بيته والكاميرا كانت بتصور العمارة اللي ساكن فيها وكان مكتوب في زاوية الفيديو تحت تاريخ النهاردة والوقت كان من أقل من ساعة، يعني كان في حد واقف قدام بيته وبيصوره. الكاميرا بدأت تعمل زوم لحد ما وصلت لبلكونة شقته. الستارة اتحركت وظهرت مراته وكانت بتسقي الزرع وبعدها بثواني طلع
وطلع ابنه الصغير وهو بيجري على امه وكان مبتسم. كريم حس ان الدم اتجمد في جسمه، والفيديو وقف عند اللقطة دي وظهرت جملة بيضاء على الشاشة السوداء، والجملة دي كانت بتقول المرة الجاية مش هنبعت لك فيديو. كريم حس ان نفسه اتقطع. لأول مرة الخطر بقى قريب من بيته، وكمان قرب من مراته وابنه. قفل اللاب بسرعة واخد الفلاشة وطلع يجري على عربيته وبدأ يسوق بجنون، واي اشارة كانت تقابله كان بيكسرها، وكانت اي عربية قدامه كان يعديها، وكل اللي كان في دماغه انه يوصل للبيت وبس. ووصل بعد اقل من 10 دقايق، ووقف العربية بعنف وطلع يجري على البيت. وطلع البيت بتاعه وقلبه كان هيقف من الرعب. فتح الباب بسرعة وهو بيقول سارة، فمراته خرجت من المطبخ وهي مستغربة. في ايه يا كريم؟ جري عليها ومسكها من كتفها وبص في وشها، وبعد كده سأل على ابنه وبص عليه، لقاه كان قاعد بيلعب على الارض. ساعتها بس خد اول نفس وارتاح من اول ما شاف الفيديو. مراته قالت له بقلق مالك، ايه اللي حصل؟ كريم بص حواليه وبعد كده راح بسرعة على البلكونة وبص تحت، بس الشارع كان طبيعي، مفيش عربية سودة ولا حد واقف، ولكن على سور البلكونة كان في وردة حمراء طازة ومربوط فيها كارت صغير. فتح الكارت وكان مكتوب فيه وصلنا قبلك بدقيقتين. كريم مسك الورقة بقبضة ايده بقوة، وعرف ان اللي بيواجههم مش مجرد مجرمين، دول ناس قادرين يدخلوا حياته ويخرجوا منها في اي وقت هم عايزينه. وبكده يا عزيزي نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني. اتمنى باذن الله ان هو يكون نال اعجابكم، وياريت بقى يا صديقي لو القصة عجبتك تنزل تعمل لايك دلوقتي حالا على الفيديو علشان غيرك يشوفه، ولو عايز تشير الفيديو قشطة يعني. وطبعا ما تنساش تشترك لو انت لسه جديد في القناة، وتفعل زرار الجرس على الكل علشان طبعا يوصلك اي قصة ننزلها. ولو ما سمعتش الجزء الاول فانت هتلاقيه في البايو دلوقتي او تحت في الديسكريبشن، وطبعا هتلاقيه في اول كومنت تحت. مستني تعليقاتكم ومستني تفاعلكم على الفيديو ده، وهل نكمل ولا ايه الدنيا؟ لان اللي جاي يا صديقي اغمض واغرب وارعب كمان، وعايزكم كده تخمنوا معايا مين الناس دول وهم بيعملوا ايه وليه اصلا بيعملوا كده. يا ريت كده تشغلوا دماغكم وتفكروا معايا، وطبعا لو اتفاعلتوا في الفيديو ده وكتبتوا كومنتات اقرب تخمينات هاخدها انزلها في الفيديو الجاي واقول لكم صح ولا غلط. وطبعا ما تنساش تصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.